بيك آدم. قصيدة للأصمعي وهي من أصعب القصائد في العالم. يقول فيها: صوت صفير البلبل هيج قلبي الثمل، الماء والزهر مع زهر لحظ المقل، وأنت يا سيد لي وسيدي وموللي، فكم تيمني عزيل عقيقلي، قطفته من وجنة من لثم ورد الخجل، فقال لا 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 وقد غدا مهرولي، والخوذ مالت طربا من فعل هذا الرجل، فولولت وولولت ولي يا ويللي، فقلت لا تولولي وبين اللؤلؤ لي، قالت له حين كذا انهض وجد بالنقل، وفتية سقونني قهوة كالعسل لي، شممتها بآنافي أزكى من القرنفل، في وسط بستان حلي بالزهر والسرور لي، والعود دندن لي، والطبل طب لي، طب لي، والسقف سقسق لي، والرقص قد طاب لي، شوى وشاهش على ورق سفرجلي، ولو تراني راكبا على حمار أهزلي، يمشي على ثلاثة كمشية العرنجلي، والناس ترجم جملي في السوق بالقلقلل، والكل كعكع كعكعي من خلفي ومن حوللي، لكن مشيت هاربا من خشية العقنقل إلى لقاء ملك معظم مبجل، يأمر لي بخلعة حمراء كالدمدمل، أنا الأديب الألمعي من حي أرض الموصل، نظمت أبياتا قد زخرفت يعجز عنها الأدب لي، أقول في مطلعها صوت صفير البلبل.